السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. اخواتي وحبايبي اللي منوريني، النهارده ان شاء الله هنعمل صينية بطاطس بالكبدة جميلة قوي، عايزاكم تجربوها. ده حبتين من البطاطس قطعتهم دواير، وهنا بصلاية كبيرة وقرنين فلفل على قرن شطة وطماطمية كبيرة متقطعة صغير وفصين توم، وده نص كيلو من الكبدة وقطعتين دهنة، معلقة من الكزبرة الصغيرة ونص معلقة كمون ونص معلقة فلفل ومكعب مرقة ومعلقة من السبع بهارات. دي المكونات بتاعتنا كلها. معايا طاسة فاضية على النار، حطيت فيها معلقة من السمنة، هنزل فيها بشوية زيت كده. ده النص كيلو كبدة. الكبدة دي متقطعة قطع صغيرة مكعبات. هنزل بالكبدة نديها الاول تشويحة على النار. حطينا رشة فلفل خلاص كفاية كده. انا طفيت لان هتكمل سواها لسه مع البطاطس. كده شلنا الكبدة، هنزل بالبطاطس بالتوابل، هنزل بالكبدة اللي احنا شوحناها، هنقلب كله كويس في قلب البطاطس. هنحط ملح، اهم حاجه الملح يكون مظبوط لان احنا حاطين مكعب. عايزاكم تجربوا الصينيه دي وتقولوا لي ايه رايكم. حاجه موفره وعلى قد ايدينا. هنزل بمج من اللي هو ميه عشان البطاطس. هولع عليها النار على ما تستوي. كده استوت، طفينا عليها. مش قادره اوصف لكم على الريحه وجمالها. خلصنا وده الشكل النهائي. مش مكلفه حاجه، اكله سهله وسريعه. ممكن تاكلوها برز بشعريه او جنبها عيش ومخلل وسلطه. جربوا وقولوا لي ايه رايكم. لو الوصفه بتاعتي عجبتكم ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس. ولو اول مره تزوروا القناه بتاعتي يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. كلامكم منكم حلو، مستنيه تجربوا وتقولوا لي ايه رايكم. طريقه سهله وبسيطه وعلى قد ايدينا. مع السلامه.